اضافه جديده من اضافات الفيسبوك اللي عمال كل يوم بينزلها، والاضافه دي انا مش سعيد بيها خالص الصراحه، وهقول لكم ليه كمان شويه. يلا بينا. الاضافه اللي هتكلم عنها النهارده حاجه اسمها مالتي ادفرتايزر ادز، ودي انتوا هتلاقوها لو رحتوا عندكم في الاد ليفل ونزلتوا تحت هتلاقي في حاجه اسمها مالتي ادفرتايزر ادز. ممكن تلاقيها موجوده عندك، ممكن ما تلاقيهاش موجوده عندك، لكن هي يعني هي مخصصه فقط للاعلانات الخاصه بالانستجرام. لو انت هتعمل اعلانات على انستجرام فهيكون ساعتها الاوبشن بتاع المالتي ادفرتايزر اد ده موجود. لو جينا نشوف بقى المالتي ادفرتايزر اد ده عباره عن ايه وليه مش عاجبني، فانت هتلاقي هنا ان هو كل فكرته دي الدوكيمنت الخاصه بالفيسبوك في الموضوع ده. هتلاقي كل فكره المالتي ادفرتايزر اد ان هو هيخلي المنتج اللي انت بتبيعه يظهر بجانب منتجات المنافسين. يعني انت مثلا لو ده المنتج اللي انت بتعمل له دعايه دلوقتي، وطبعا الناس لو داست على السهم ده علشان تروح على الويب سايت بتاعك او الحاجه اللي انت هتبيع من خلالها، هيكون في حاجه تانية اسمها سي اول، او ان هو يقدر يشوف بقيه المنتجات اللي انت بتبيعها، او مش بقيه بقى المنتجات اللي انت بتبيعها، ده هيشوف كمان منتجات المنافسين اللي ليها علاقه بالمنتجات اللي انت بتبيعها. يعني سواء بقى منتجاتك او منتجات المنافسين هيكون عنده صفحه زياده يو مايت لايك، او اللي هو انت ممكن يعجبك ده كمان. ودي الصراحه انتوا لو جيتوا تبصوا هتلاقوا انها حركه ذكيه شويه من ميتا، لان احنا في الفتره الاخيره السبب الاساسي اللي كانت الدنيا مقلوبه على الفيسبوك بسببه هي ان على طول تكلفه الاعلانات عماله بتزيد. ولو جينا نشوف ليه تكلفه الاعلانات بتزيد، هتلاقي ان انت علشان عندك الطلب زياده جدا على الاعلانات والعرض ثابت. العرض اللي هو الفيدز اللي بيظهر فيها الاعلانات، المساحه اللي بيظهر فيها الاعلانات ثابته. فايه اللي هيحصل لو المساحه بتاعت عرض الاعلانات ثابته والطلب زياده؟ هتلاقي ان السعر بيزيد. فاللي هم عملوه هنا بذكاء ان هو زود لك المساحه اللي بيتعرض فيها اعلانات، فزود لك مساحه عرض الاعلان والطلب زايد، فتلاقي ان السي بي ام او تكلفه ان هو يوري 1000 واحد اعلانات قلت. فلما تيجي تبص عندك على السي بي ام هتلاقي بقت قليله. فلما تيجي تشغل المالتي ادفرتايزر ادز تلاقي عندك السي بي ام قليله، تقول الله دي حلوه قوي، ده انا عمال بوري ناس اكتر اعلانات بتكلفه اقل. بس اللي انت مش واخد بالك منه ان الناس طبيعي اللي هتشوف الاعلانات اللي تحت دي هم شافوا الاعلان، لكن مش شرط هيكونوا بنفس جوده الناس اللي شافوا الاعلان الاصلي. وده اللي هم قايلينه هنا برضو. بيقول لك في نوت في الاخر بيقول لك ان هم لما عملوا تيست على 400 الف ادفرتايزرز لقوا ان في النتائج او عمليات الشراء اللي تمت كانت احسن بكتير جدا لما المعلنين شغلوا المالتي ادفرتايزر ادز. بس لو انتوا خدتوا بالكم من التركايه هنا هتلاقي ان ذا اوفرول ميتا ادز ايكو سيستم، يعني النتائج عمليات الشراء اللي تمت في ميتا كلها مش لمعلن معين فيهم. وده طبيعي، ان طبيعي جدا انت دلوقتي الاعلان ده هيجيب مبيعاته، الاعلان ده هيجيب مبيعاته، الاعلان ده وال500 اعلان دول هيجيبوا مبيعات، لكن كل دول جابوا مبيعات على حس الشخص الاصلي اللي عامل الاعلان اصلا. يعني انا دلوقتي عامل شنطه، عامل اعلان لشنطه، ليه توري الزبون بتاعي شنطه تانية بتاعت منافس تاني؟ ما ممكن يشتري بتاعت المنافس التاني. فهي هتجيب عمليات شراء في الميتا ايكو سيستم او في ميتا او في الفيسبوك. هو فعلا في عمليه شراء تمت من خلال الفيسبوك، لكن هل يا ترى عمليه الشراء دي جات لي ولا لا؟ مش شرط. ده طبعا بالاضافه ان انا مش فاهم اصلا ايه علاقه الشنطه اللي هو حاططها، ايه علاقتها بالاكل اللي هو حاطه. فانا مش فاهم برضو، هو المفروض بيعرض حاجات متعلقه او ليها علاقه ببعض شويه، فانا مش فاهم برضو هم بيفكروا ازاي. واكيد هيكون في تراي اند ايرور، وهيكون في لسه مرحله تعلم في الفيسبوك في الموضوع ده. بس اقدر اقول ان انت تقدر تشغل فقط المالتي ادفرتايزر ادز لو انت ضامن ان انت هتكسح المنافسين اللي هيدخلوا معاك في الموضوع ده. يعني لو انت ضامن بقى ان انت المنتج بتاعك ده جامد جدا، لو انت ضامن ان انت اقل واحد في الاسعار في السوق، وان انت مش همك لو المنتج بتاعك ظهر مع منتجات المنافسين، فخلاص انت لما هتشغل المالتي ادفرتايزر ادز انت هتظهر تحت هنا. فلو انت ضامن بقى ان انت هتقدر تسرق العيون وتاخد قلوب الناس اللي بتعمل شوبينج، فشغل المالتي ادفرتايزر ادز. غير كده يبقى انت عمال بتصرف فلوس على الفاضي، كانك عمال بتصرف فلوس على حمله ريتش مثلا او حمله ترافيك، وفرحان قوي ان في ناس كتير بتشوف الاعلان، وفي الاخر ده بلح ملوش اي لازمه. ده كده كان نهايه الموجز الاخباري اللي عندنا النهارده الخاص بتحديث اخر من تحديثات الفيسبوك. لو عايز يوصلك دايما اي جديد واي تطورات ليها علاقه باعلانات الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.